هذه كلمات قليلات في حق الأستاذ الفنان محمد جبارة بمناسبة تكريمه بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية الجمعة 31 أكتوبر 2025 للميلاد بقلم بروفيسور ياسين محمد ياسين، مدينة مونتري، كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية. في الواقع هذه الكلمات صاغها ياسين محمد ياسين، هذا الرجل المبدع المحامي والأستاذ الجامعي الذي زاملناه في الخرطوم في دراسة الماجستير، ثم في العمل بالجامعة العالمية الإسلامية بماليزيا كوالالمبور، وظل قلمه وإبداعه متواصلا متأصلا على مدى السنوات. بعث هذه الكلمات من على البعد لأنه لم يتمكن من المجيء إلى الرياض لحضور حفل التكريم للفنان العظيم محمد جبارة، ولذلك أرسل هذه العبارات بعنوان كلمات قليلات في حق الأستاذ الفنان محمد جبارة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أودع في الإنسان موهبة الإبداع وجعل الفن وجدان الأمة ولسان الروح. السيدات والسادة الحضور الكريم، أراكم من على البعد تجتمعون في يوم يفيض بالعزة والوفاء، يوم تكرمون فيه رمزا من رموز الفن السوداني الأصيل، الأستاذ الفنان محمد جبارة، الذي نقش اسمه في ذاكرة الوطن بحروف من لحن ونبض وصدق. 50 عاما ونيف من العطاء كانت فيها مسيرته أنشودة للوطن ورحلة للإنسان ورسالة للفن الرفيع. محمد جبارة هو الصوت الذي لم يخذل تراثه يوما ولم يبدل لحنه ولا غاياته، بل ظل وفيا للبيئة وللأرض وللنيل وللناس الطيبين الذين شكلوا ملامح أغنياته. وقديما قيل: ومن يغني للوطن فقد صلى بغير محراب، ومن يعزف للناس فقد حمل رسالة الأنبياء. هكذا كان الأستاذ محمد جبارة، فنانا صادقا نذر عمره ليحفظ ملامح التراث وينقله للأجيال لحنا شفيفا وصوتا مضمخا برائحة الطمي وأنين السواقي. لقد جعل محمد جبارة من الأغنية مرآة تعكس وجدان الشعب، ومن اللحن جسرا يصل الماضي بالحاضر ويشرئب إلى المستقبل، ومن الكلمة دعوة للمحبة والسلام. قالوا في الحكمة: الفن لا يقاس بالعمر بل بما يتركه من أثر، وها هو أثر وإرث الأستاذ محمد جبارة يزهر في كل بيت ويرن في كل وجدان، شاهدا على أن الفن الصادق لا يشيخ وأن الرسالة النبيلة لا تموت. أيها المكرم العزيز، لقد أمتعت الأذن وأنرت الدرب وغنيت بالصدق، فارتقى بك الفن إلى مصاف الكبار. أقول لك اليوم وأنا من على البعد مع من يحتفون بك: شكرا لأنك كنت مدرسة في الأصالة وصوتا من ذهب وصورة ناصعة للفن السوداني الجميل. يا محمد جبارة، يا صوت النيل حين يهمس لللوبيا، ويا وتر الطنبور حين يذوب شوقا على ضفاف الوجدان، يا من جعلت للأغنية جناحا من دفء وللكلمة قلبا من نور. 50 عاما ونيف وأنت تزرع فينا الفرح وترسم في الذاكرة ملامح الأصالة
وتعيد إلينا معنى الفن في أنبل معانيه. فن يحمل في حروفه طهر التراب وصدق الإنسان ونبض السودان. أنت لست فنانا فحسب، بل أنت ذاكرة جيل وصوت وطن ورمز للجمال الأصيل. تغني فتخضر الأرض وتبتسم الحقول وتتراقص القلوب على نغمة تعرفها الضمائر وتحبها الأرواح. بعد كل هذه الأوصاف إنني أعتقد أن عقدة من لساني لم تحل ليفقه قولي، فأجد نفسي مضطرا لاقتباس وصف الأستاذ محمد عثمان الحلاج الذي ورد في تقديمه للفنان عبد الكريم الكابلي في النادي القبطي بمدينة الأبيض عام 1984، حين قال: جاء في الموسوعة التيمورية أن نبي الله داود عليه السلام كان يذهب إلى صحراء بيت المقدس مرة في الأسبوع، وكان يقرأ الزبور بالقراءة الرخيمة، أكرر بالقراءة الرخيمة، فيطرب الخلق. وكانت له جاريتان موصوفتان بالقوة والشدة، كانتا تشدان من أزره خيفة أن تنخلع أوصاله. إنه نبي المزامير الفنان، ومنه ينسرب الفن عبر الحقب والأزمنة، وينسرب اليوم في هذه اللحظة نافورة ميدان عام، فيضوع إله الفن المغني المرجحن فلة مزدانة معصفرة، وحلة معطارة معنبرة، وغنوة مذابة مسكرة، فيدوزن الجوارح فتسمو الجوارح وتأتلق المسارح. إنه أوغيانوس الإبداع وأوغيانوس القيم التراثية، دوباي الفرح الموشى ودنجر العطاء المندى، السمندلي الألمعي الوهيج البهيج، فليتقدم ليبعث الدفء في مآقينا ويصندل هذه الأمسية الندية. لعمري أن كل هذا الذي قد قيل ينطبق بحذافيره على أستاذنا الفنان محمد جبارة. فسلام عليك يا ود جبارة يوم بدأت مسيرتك الفنية، وسلام عليك يوم نكرمك ونفخر بك، وسلام عليك في كل نغمة باقية تخلد اسمك في سفر الفن السوداني. دمت أغنية لا تنتهي، وصوتا لا ينسى، وذكرى عطرة تفيض بالمحبة والعرفان. ونيابة عن جمهورك ومحبيك أقولها خالصة من القلب: دمت نبراسا للغناء وسفيرا للجمال وعنوانا للفخر والاعتزاز. نسأل الله أن يمدك بالصحة والعافية، وأن تبقى أغنياتك الخالدة تروي ظمأ الأجيال العطشة، وتظل شاهدا على رحلة فنية نادرة في صدقها وعمقها. هنيئا لك يا سدرة منتهى الغناء هذا التكريم المستحق، وهنيئا للوطن بك. خد داير جيك مع الجايين، أشيل الجوز وشق العود وقيف فوق العرض حفيان، أساسي أقابل الزملاء والضيفان، لكن بدورك تكوس لي عذير. أخوك دقاش شقى وغلبان، لافحن الموج في دريبات العجم ودران. أخوك ياسين محمد ياسين، قرية الأراك من مدينة مونتري، ولاية كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية، أكتوبر 2025 للميلاد.